هل أول حاجة تفكر فيها الصلاة ولا بتيجي في تفكيرك في النص ولا في الآخر؟ مثلا مشكلة، وكل يوم في مشكلة في المرور، مشكلة في الفلوس، مشكلة في الزملاء، في العيال، في الصحة. هل أقرب حاجة لذهنك يا رب خلي بالك، ولا على طول مخك بيحدث حلها كده ولا كده، ولا نكلم فلان ولا نعمل، ولما تعقد خالص صحيح طب يا رب، يبقى أنت متأخر كتير. عاوزين نكبر فتبقى الصلاة أقرب حاجة لقلبك قبل ما تفكر في أي بني آدم أو في أي حل بشري. الصلاة هي الحل. في الإرهاق وانت تعبان بتفكر في السرير وبتفكر في كوباية المية وبتفكر في الدواء، ما ينفعش وانت مرهق يا رب قبل ده كله. وانت كسلان ينفع الصلاة تبقى معاك وانت محبط، وانت عندك احتياج جسدي أو نفسي. يعني كل ظروف اليوم الطبيعية تستدعي الصلاة، لكن احنا غالبا لا نستدعي الصلاة في الظروف دي. احنا بنستدعي حاجة تانية، آلهة أخرى بدائل للصلاة. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم.